هنا قراء زمان. أصدقائي المستمعين، أرجو أن تسعدوا معنا بهذا البرنامج وهو بعنوان سهرة مع قارئ. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من أعلام القرآن الكريم سهرة خاصة عن فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة، والتي نتحدث فيها عن علم من أعلام القرآن الكريم، إنه الشيخ عبد العزيز علي فرج. ولد بقرية ميت الوسطى مركز الباجور بمحافظة المنوفية في 22 من يناير لعام 1927. ولد عليه رحمة الله مكفوف البصر، فحرص والده على إلحاقه بكتاب القرية مبكرا، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتعلم القراءات على يد الشيخ أحمد الأشموني. لمس فيه والده حسن الصوت وإجادة التلاوة، فقرر الانتقال إلى القاهرة بأسرته، واستقر في حي روض الفرج. وعندما أتم الشيخ عبد العزيز علي فرج 20 من عمره ذاعت شهرته، وتقدم للاختبار بالإذاعة المصرية عام 1962، وقد شهد هذا العام أكبر عدد من المتقدمين للإذاعة، وكان الشيخ عبد العزيز علي فرج في مقدمة المقبولين، وسرى صوته عذبا رقيقا حتى أصبح من مشاهير القراء، وبلغ من المجد ما بلغ. أيها الإخوة المؤمنون، معنا الدكتور فرج الله الشاذلي، القارئ المعروف بالإذاعة والتلفزيون، ونحن نتحدث عن فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج. نتحدث عن طريقة الأداء بالنسبة للشيخ عبد العزيز، أو الشخصية القرآنية بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ القرآن الكريم، وتعهد سبحانه وتعالى بحفظه إلى قيام الساعة، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وورث هذا القرآن الكريم لمن اصطفاهم من عباده، فقال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وشخصيتنا التي نتحدث عنها في حلقة اليوم شخصية غير عادية، قارئ متميز، هو فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، الذي كنا نستمع إليه بقلوبنا قبل آذاننا. فلقد تصادف
أنني كنت جنديا بالقوات المسلحة في وقت الحرب، وارتقل إلى رحمة الله تعالى الرئيس جمال عبد الناصر، كانت وحدتي قريبة من مسجد الزعيم الخالد، فكنت أذهب إلى استماع القرآن الكريم بالسرادق المقام هناك، فتصادف وقراءة الشيخ عبد العزيز فرج مع حضوري، فاستمعت إليه وهو يقرأ من أول سورة الحجر، وأنا أعرف سورة الحجر ويعرفها معي كل من يحفظ القرآن الكريم، بأن هذا الموضع يحتاج من قارئه أن يكون حافظا حفظا جيدا. يعني هذا الموضع غير مطروق كثيرا بالنسبة للقراء، ده شيء معروف. نعم. ولما بدأ الشيخ وقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء، أنا قلت سبحان الله، وبدأ من أول السورة حتى وصل إلى قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، وبعدين لا معه مصحف ولا معه ملقن، وطبعا هو الرجل يعني يقرأ فاقد البصر، فأنا كنت أستعجب من قراءته الوقف والابتداء والنطق والمدود وإخراج كل حرف من مخرجه، فتعلقت به، فكنت أستمع إليه عبر الإذاعة الغراء إذاعة القرآن الكريم، وعبر البرنامج العام وإذاعات مصر، فاستطعت أن أكون عن فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج شيئا قل ونظر في غيره من القراء، وأنا أحدهم. الشيخ عبد العزيز علي فرج يقرأ الهمزة همزة مرققة، يقرأ حرف الطاء مفخما، يقرأ الحروف المرققة مرققة والحروف المفخمة مفخمة، والمدود والوقوف كأنك تجلس أمام معلم تستمع وتتلذذ بصوته وأدائه، وفي الوقت نفسه تراجع عليه ما يقرأ. يعني إذا قلنا أن الشيخ عبد العزيز علي فرج جمع بين دقة الأحكام وجمال وعذوبة الصوت، يعني الناحية الفنية لم تطغى على الأحكام بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج. نعم، من مميزات فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج أنه كان يطوع صوته للقرآن ولا يطوع القرآن لصوته. فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج كان كل همه أن يحافظ على الغنة، على المد، على نطق الحروف، المفخم مفخم والمرقق مرقق، وهذه طريقته الآن موجودة في التسجيلات، أي مستمع يستطيع أن يتبين هذه الصفة. دكتور فرج الله الشاذلي، الشيخ عبد العزيز علي فرج كان معلما من معالم شهر رمضان بالنسبة للإذاعة المصرية. نعم، وقد مارست هذا بنفسي. كنا يعني في الستينيات كانت إذاعة البرنامج العام كل ليلة من ليالي شهر رمضان تنقل احتفالا من 9:15 إلى 10. كان يتناوب في هذه الأيام من القراء 3: الشيخ عبد العزيز علي فرج، والشيخ راغب غلوش، والشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. كنا احنا ضابطين نفسنا على هذا الاستماع، نقول الليلة إذا قرأ الشيخ غلوش بالأمس يبقى الشيخ عبد العزيز اليوم، يبقى الشيخ الجرزاوي فيما بعد، ثم كذلك في صلاة الفجر. هؤلاء الثلاثة كانوا يتناوبون في قراءة فجر كل ليلة من ليالي رمضان. فكما ارتبط المستمعون بصوت الشيخ محمد رفعت في رمضان، كذلك ارتبطوا وجيل قد ارتبط بالاستماع إلى هذا الصوت المميز، صوت فضيلة الشيخ عبد العزيز علي فرج. كلمة أخيرة بالنسبة للدكتور فرج الله الشاذلي، ماذا تعلمت من الشيخ عبد العزيز علي فرج أنت كقارئ يعني؟ نعم والله يا أخي العزيز، هذه كلمة حق أقولها. الشيخ عبد العزيز لما يقول أعوذ بالله ما يقولش فأدي نمرة 1. لما يجي عندي مثلا فقال أحط بما لم تحط به، لما تسمع له في التسجيل يجيب صفة الطاء صفة الاستعلاء ثم ينزل على التاء وهي الاستفهام، يقول أحط، وتلاحظها فيه لما يجي مثلا عند قول الله فمن يضطر في مخمصة، اضطر الضاد لها مخرج والطاء لها مخرج، تستطيع انك تعد الحروف ورا الشيخ عبد العزيز دون ان يلتبس عليك السماع. في مخمصة الميم مرققة والخاء مفخمة والميم مرققة والصاد مفخمة، تلاقي الشيخ بيقول في مخمصة، كأنه بيعد الحروف عدا، كأنه بيعد الحرف، ويقول لك أيها المستمع الكريم افهم بأن هذا الحرف مفخم أو مرقق. قال إنما أنا رسول ربك لأهب
أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتحدث عن الشيخ عبد العزيز علي فرج، معنا فضيلة الشيخ محمد الهلباوي. الشيخ عبد العزيز علي فرج ينتمي إلى أي المدارس القرآنية؟ الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه ينتمي إلى المدرسة القديمة، والمدرسة القديمة بدأت على غير موعد من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وكان قبله شيخ يسمى الشيخ محمد البوشي، وهو الصوتين متقربين لبعض. والشيخ البوشي قارئ ربع ساعة في الإذاعة. نعم، الشيخ البوشي نفس الأداء، تكنيك الأداء بتاع الشيخ البوشي هو تكنيك الأداء بتاع الشيخ عبد العزيز علي فرج، لكن لكل واحد صوت مستقل بذاته. يعني نستطيع أن نقول أن الشيخ عبد العزيز علي فرج رغم ظهوره في فترة الستينيات إلا أنه ينتمي إلى المدرسة القديمة، لكنه استطاع أن يبتكر لنفسه أسلوبا في الأداء. نعم، كما يقولون: ما لم يكن له قديم لم يكن له جديد. لا شك أن الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه استمع إلى كثير من القراء القدامى، واستهوى الأصوات القديمة العريقة التي علمت أعلام القراء والمجتهدين في مصر والعالم. ما هو توصيفك لصوت الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ إذا تكلمنا على التوصيف للأصوات لابد أن نظهر ما هي أسماء أو توصيف الأصوات. نعم. عندنا الصوت الذهبي، وعندنا الصوت الماسي، وعندنا الصوت الفضي، وعندنا الصوت النحاسي، وعندنا الصوت الخشابي، وعندنا الصوت الجهوري، وعندنا الصوت الذي يميل في أدائه إلى الأنف يسمى صوت أنفي. نعم. وعندنا صوت يميل إلى الخروج من البلعوم ويسمى صوت بلعومي. صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه من الأصوات الجهورية الذي إذا تلا بصوته لا يحتاج إلى ميكروفونات ولا مكبرات صوت جهوري يسمع أكبر قدر من الناس. لكن ما هو أجمل صوت في هذه التوصيفات اللي ذكرتها شيخ هلباوي؟ أجمل الأصوات طبعا الصوت الماسي، وبعده يليه الصوت الذهبي، ويليه الصوت الفضي، وكل الأصناف اللي ذكرتها كلها أصوات جميلة وأصوات حسنة، لكنها كل صوت له خاصة أو خاصية تسير في الأداء. نتحدث عن النغم في تلاوة أو في صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج. النغم في صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه كثير جدا، وعنده من الثقافة الصوتية ما يستطيع بهذه الثقافة أن يوصل توصيل جيد للأذن. ماذا تقصد بالثقافة الصوتية؟ هي علم النغم وعلم المقامات. عندنا من المقامات الأصلية كما يقولون 7: البياتي والحجاز والنهاوند والرست والسيكاه والصبا والعجم. ثم نتكلم عن النغم، يعني درجات أنغام المقام. درجات أنغام المقام 7، اللي هي باللغة الإنجليزي اللي احنا المتعارف عليها في مصر، اللي هو دو ري مي فا صول لا سي. صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه ما يقدرش ينزل للقرارات، يعني يبدأ من الدو، لكن بيبدأ من الري، من الدرجة الثانية. ليه؟ عشان ما عندوش قرارات، ولكن عنده جوابات عالية. بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج، كيف كان يصور المعاني القرآنية في تلاوته المتعددة؟ نحن نعلم أن القرآن الكريم به عجائب لا تنقضي ومعاني لا تنقضي، كذلك النغم له أحوال ذوقية سمعية وصوتية لا تنقضي. فالشيخ عبد العزيز علي فرج كان يصور المعنى بالنغم، يصور المعنى بالمقام. يعني عندنا مثلا المقام البياتي مقام شفاف رقيق،
عندنا مقام الحجاز، مقام النداء، عندنا مقام النهاوند، مقام الحوار، عندنا مقام الرصد، مقام الفرح، عندنا مقام السيكاه، مقام الشجن، عندنا مقام الصبا، مقام الحزن. فحينما يمر بآية فيها حزن يقول مقام الصبا، يمر بآية فيها فرح يقول الفرح، بين التبشير والتنذير. يعني الشيخ عبد العزيز علي فرج دارس وفاهم للنغم والمقامات الموسيقية. نعم، يعي ما يقول. الشيخ عبد العزيز علي فرج الشيء المهم في أو الناحية الفنية في التلاوة وهي التي نقصد بها قفلة الآية، كيف كان يؤدي الشيخ عبد العزيز علي فرج هذه القفلات؟ قفلات العبارات تحتاج إلى فعل ورد الفعل، لابد من تجهيز قفلة العبارة قبل البداية. يعني أنا مثلا عاوز أقرأ آيتين أو 3 آيات مع بعض أو آية واحدة، لازم آخد نفس بقدر قفلة العبارة وأزيد من قفلة العبارة حتى لا تكون قفلة العبارة هزيلة، قفلة العبارة قوية ومن نفس المقام الذي يقرأ منه. كيف كان يؤدي الشيخ عبد العزيز علي فرج أداءه بين القرار والجواب، وكيف كان أداؤه خاشعا لله تبارك وتعالى؟ هو طبعا هو الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد عن تلاوة القرآن فقال: إذا رأيته يتخشع في تلاوته. والتخشع في التلاوة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى وليس للبشر، كما يقولون هناك أذن تبحث عن صوت وهناك صوت يبحث عن أذن. نعم. وأنواع الأداء 3: الأول أداء متكبر وده غلط، والثاني أداء بيشحت الأذن، والثالث أداء أبي، اسمع أو لا تسمع. دي اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى الخشوع لله تبارك وتعالى أصل الأداء، ثم اختيار المقام الملائم للنص في خدمة النص وليس العكس. فإن صار العكس أصبح غناء وهذا لا يجوز. يعني إن ذللنا الحكم للنغم حرام شرعا، ولكن لابد من تذليل النغم للحكم حتى تصير التلاوة تلاوة صحيحة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ما هي ابتكارات الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ هو ابتكارات الشيخ عبد العزيز علي فرج لا شك أنه ترك بصمة صوتية قلده فيها من أتى بعده، ولكن بتكنيك آخر، بأداء آخر، بأداء صوتي آخر. والحقيقة أنا شرفت باللقاء مع الشيخ عبد العزيز علي فرج رحمة الله عليه مرة واحدة، زملته في حفلة يعني من الحفلات، لقيته التواضع الجم، الأدب، الأداء القرآني الذي يرضي الله تبارك وتعالى، الأخذ بالأذن، يعني تأنس بتلاوته وتستمر معه حتى ينتهي من تلاوته. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نتحدث عن الشيخ عبد العزيز علي فرج، معنا الأستاذ مسعد فراج من محبي الشيخ عبد العزيز علي فرج ومن الذين اهتموا بالحفاظ على هذا التراث القرآني الخاص بالشيخ عبد العزيز علي فرج. منطقة رود الفرج هي المنطقة التي انطلق منها صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج ونال الشهرة من خلال هذه المنطقة.
كيف تعرفت واستمعت في روض الفرج إلى الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ الشيخ عبد العزيز علي فرج يعني طبعا ده موهبة من عند ربنا، وكلنا احنا متفقين ان الموهبة دي لما بتبقى من عند ربنا بتثقل بنعمة منه. فخاصة ان الراجل دوت كفيف وتعلم القرآن في قريته على يد احد العلماء طبعا بمساعدة والده. نعم. وطبعا انتقل من البلدة بتاعته الى حي روض الفرج، وبدأت انطلاق شهرته من هذا الحي بداية من المآتم الى ان ذاع صيته ودخل الاذاعة في حوالي سنة 1962. متى بدأت الاستماع إلى الشيخ عبد العزيز علي فرج؟ أنا بدأت الاستماع للشيخ عبد العزيز وأنا عندي 17 سنة. كانت الحتة عندنا من هواة جمع التسجيلات للشيخ عبد العزيز علي فرج عن طريق الإذاعات اللي هي على الهوا في الاحتفالات اللي كانت بتقيمها الإذاعة، سواء كان صلاة فجر أو صلاة جمعة أو احتفالات شهرية بمناسبات معينة أو المآتم. انا ما احتكتش بيه قوي او بشخصه، لكن احتكيت بتسجيلاته. فالناس اللي هي اكبر مني سنا وعت لهذه الموهبة، فبدأت تسجل التسجيلات ديت على التسجيلات الخاصة بتاعتها. بالاحتكاك بالناس ديت والجلوس معاهم تولدت عندي الاحساس بالموهبة ديت. يعني بدأت تعجب وتحب صوت الشيخ عبد العزيز علي فرج من خلال هذه الشخصيات التي تعرفت عليها، ويا ليت نذكر بعض هذه الشخصيات. في الحتة طبعا عندنا في منطقة روض الفرج كانت كثيرة التشوق لسماع وما زالت حتى وقتنا هذا لصوت الشيخ عبد العزيز علي فرج، لأن كان ليه وضع خاص عندنا في منطقة روض الفرج حتى وفاته الله يرحمه. ومن الشخصيات اللي هي طبعا كانت بتروح وراه وتسجل له الأخ زينهم ده. يعني هو يعني عنده جميع التسجيلات اللي أنا خدتها دلوقتي منه وموجودة عندي وأنا محافظ عليها. والمعلم شعبان طبعا كان برضه عنده بعض التسجيلات. وما ننساش برضه الأخ الله يرحمه اللي كان بيروح يسجل للناس ديت وياخد تسجيل، الله يرحمه الأخ محمد طه طبعا من منطقة روض الفرج. فكان يروح وكان الشيخ عارفه وكان بيسجلوا التسجيلات ديت. حضرتك بدأت في تجميع تراث الشيخ عبد العزيز علي فرج من خلال هذه الشخصيات التي ذكرتها. كم عدد هذه التسجيلات الموجودة لديك الآن؟ التسجيلات عندي تسجيلات مختلفة. في تسجيلات مآتم زي ما قلت في بدء الأمر، وفي تسجيلات صلاة فجر، وفي تسجيلات احتفالات شهرية. بالنسبة لعدد التسجيلات يعني لا يقل عن 160 شريط، لأن أنا جمعت هذا التراث على نفقتي الخاصة، ليس لغرض ما، إنما هو حبا في الشيخ وحبا في الموهبة وأداؤه الجميل اللي ولد حس الإعجاب عندي في تلاوة القرآن. وخاصة كما ذكرت لي قبل التسجيل ان انت كنت لازلت في مقتبل العمر ولم يكن معك مال لكي تنفق او تنقل هذه التسجيلات. فعلا اللي حصل ان انا لما كان عندي 17 سنة تولد عندي الاحساس بصوت الشيخ عبد العزيز علي فرج وهذه الموهبة وهذا الاداء. فما كانش في سبيل ليا اللي انا اسجل هذه التسجيلات واسمعها على المستوى الشخصي. فطبعا لما الناس اللي هي كبار طبعا اللي هم كانوا سجلوا له واحتكوا بيه رأوا فيا هذه الايه السمة، فطبعا بقى يدوني هذه التسجيلات. فكنت اخد مصروفي 10 صاغ واشتري الشريط الفاضي ب7 صاغ ايامها، واروح اسجل الشريط اللي انا اخده من احد هذه الافراد وعلى الشريط بتاعي واحتفظ بيه وارقمه الى وصل عني هذا العدد. ما هو اشهر التسجيلات الموجودة لديك بالنسبة للشيخ عبد العزيز علي فرج والتي تعتز بها؟
الشيخ عبد العزيز الفرج يعني ما تقدرش تخير تسجيل عن تسجيل، لان اداؤه اداء مختلف في كل قراءة. التسجيلات اللي هي طبعا بتبقى تلفت النظر جدا جدا وبتلفت السمع، اللي هي التسجيلات اللي كانت في الاحتفالات في مسجد سيدنا الحسين ومسجد السيدة زينب، لان الشيخ كان بيبقى في حالة يعني روحانية شديدة جدا جدا. انا طبعا عايز اهدي بالمناسبة السؤال دوت تسجيل نص ساعة لأول صلاة فجر على الهوى نقلتها إذاعة القرآن الكريم.